مرحبا، تعالوا نعمل أسهل وأطيب وصفتين بطاطا. تطلع البطاطا مقرمشة عدنا وطعمها يجنن. اسمعوا صوت البطاطا أشقد مقرمشة تطلع. ناكلها مع كاتشب أو أي نوع صلصة نفضله. أما هذه تطلع تجنن وطريقتها كثير سهلة. تابعوا الفيديو إلى النهاية ولا تنسون اللايك للفيديو. عندي هوني بطاطايتين حجم وسط. نضيف لهم ماي عادي من الحنفية ونعلق النار، وبس تبدي تغلي عدنا نحسب لمدة 5 دقايق وبعدها نطفي النار. وهوني بعد 5 دقايق راح أطفي النار. ضروري تكون مدة السلق 5 دقايق ما أكثر حتى تستوي عالنص وتنبرش عدنا بالأخير. نطش الماي ونرجع نضيف له ماي بيغد من الحنفية. بس شوية تبغد البطاطا عدنا بعدها نبرش البطاطا بمبرشة خشني، راح تنبرش عدنا بسهولة. وإذا تريدون تقشروها أو عادي نبرشها هي وقشرة، بس أهم شي نغسلهم مليح قبل ما نسلقهم. وبعد ما كملنا برش نرجع نضيف لهم نص كوب جبن موتزاريلا، ومعلقة كوب ممسوحة بابريكا حلوة، ومعلقة شاي ثوم بودرة، ونص معلقة شاي فلفل أسود، وملح حسب الحاجة. ونضيفه مع البطاطا، ونضيف شوية بقدونس مثغوم ناعم، ونخلطها مليح إلى ما تتماسك عدنا البطاطا. مثل ما قلتولكم ضروري البطاطا نسلقها بس 5 دقايق حتى تستوي عالنص وتتماسك عدنا من نشكلها. ونبدي نشكلها على شكل أصابع بهذه الطريقة. بس نكمل كل الكمية نحطها بالفريزر لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك وما تتفلش عدنا بالقلي. عندي هون زيت نظيف للقلي ونبدي نقليهم. بالبداية نعلي النار من نقليهم، وبس يتماسكون شوية نرجع نتركهم على نار وسط إلى ما يستوون عدنا. وبس تستوي جهة نقلبهم على الجهة الثانية، ومن يستوون نصفيهم من الزيت ونطلعهم. بصراحة أنا ما خليتوها بالفريزر وما تفلشت عندي. بدوق لو حطوا قطعة قطعتين، إذا ما تفلشت عندكم راسا نقلوها، بس إذا بدت تتفلش عندكم حطوها بالفريزر قبل ما تقلوها. وهكذا صاروا جاهزين عدنا. نقدمهم مع كاتشب أو أي صلصة تعجبنا. أريدكم تجربوهم لأن حيل طيبين يطلعون. ويلا نعمل النوع الثاني. عندي هوني بطاطايتين حجم وسط مسلوقين وزنهم 450 غرام، ونهرس البطاطا مليح. وبعد نضيف كوب نشا يعادل 100 غرام، ونضيف نص كوب جبن موتزاريلا، وشوية بقدونس مثغوم ناعم، ومعلقة شاي ثوم بودرة، ونص معلقة شاي فلفل أسود، ونص معلقة كوب بابريكا خشني.
وملح حسب الحاجة ونخلطهم. نرجع نحطها بكيس نايلون حتى من مدة تنمد عندنا بسهولة. نمدها بالشوبك بالتساوي وتكون سماكتها سنتيم واحد. وبس نكمل نحطها بالفريزر لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك عندنا من نقطعها. وهوني بعد 30 دقيقة راح أبدي أقطعها، تكون تماسكت عندي مليح، راح تتقطع بسهولة. بس راح أفتح الكيس من الحوافي وبعدها أقطعها. نحاول نقطعها أصابع رفيعة بالتساوي، قياس الإصبع سنتيم واحد، حتى يصيرون مقرمشين عندنا بالأخير. وتكون درجة حرارة الزيت عندنا وسط، ونبدي نقليها، وما نحط كثير بالطاوة حتى لا تتلزق عندنا. وبس تستوي جهة عندنا نقلبها على الجهة الثانية، ومن يستوون نطلعهم من الزيت ونصفيهم، وتكون جاهزة عندنا. وهذه كانت وصفتنا اليوم. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو. وإذا كنتم جداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. وألف عافية.